منتخب طبعا. لكن مفيش شك ان في لعيبه اتظلمت تحت معيار التقييم. ان انا النهارده منتخب مصر ده معمول ليه؟ للعيبه المميزه اللي بتقدم مستويات كويسه من خلال الدوري وبتلعب باستمراريه وعندها الكواليتي وعندها الشخصيه وعندها تحمل المسؤوليه اللي هي تقدر تلعب في محافل كبيره بحجم بطوله الامم الافريقيه وبحجم كاس العالم باسم كبير زي منتخب مصر. ولكن على مستوى الاختيارات انا مش هعلق قوي على الاختيارات، لان انا بصراحه قناعاتي الشخصيه شايف ان اكتر واحد كان ممكن يخدم المنتخب يا عمرو هو ياسر ابراهيم، يعني في ظل الاحتياجات. صح. اكتر واحد حسين الشحات لعيب كبير جدا فروت. بس في بداله يا كابتن. حسين الشحات لعيب كبير جدا، لكن زي ما حضرتك قلت عندك تريزيجيه، عمر مرموش، عندك مصطفى فتحي، عندك صلاح، عندك زيزو كمان الراجل لدرجه ان هو مش عارف يوجد له مكان في ظل الاسماء دي، فبيضطر يحطه في منطقه نص الملعب. ونفس البطوله شهر كابتن كريم، البطوله شهر ممكن لعيبه قدر اتصاب، لعيب ياخد طرد، لعيب ياخد بعدد معين. خلي بالك 27 بس اسم انا بتكلم دول اللي هو حسين لا فايق جدا يعني، فايق قوي قوي قوي، لازم يكون موجود. هتاخده تلعبه مش هيلعب حسين الشحات، مش هيلعب مع المنتخب خصوصا ان هو مالوش رصيد، ما لعبش قبل كده. يعني هو مش هيروح يلعب بطوله في بطوله افريقيه ياخد لعيب اول مره يلعب معاه. انت فاهم اقصد؟ في لعيبه كتير ما لعبتش كتير. لا اغلبيه اللي موجودين انا على فكره كانوا موجودين قبل كده. اللعيبه كلها لعيبه كبيره، يعني لعيبه كبيره جدا. مش تقليلا من حسين، خلي بالك انا مقتنع ان حسين من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، بس انت بتتكلم على معيار الاختيار في حد ذاته. انت فاهم اقصد ايه ولا لا؟ انت النهارده عندك 27 لعيب 23 منهم هيكونوا موجودين على البنج في الملعب وعلى البنج، والاربعه التانيين ستاند باي، حصل اي حاجه اي واحد فيهم هيخش. انت فاهم؟ لكن في بعض العناصر مش هقول لك بقى اسماء بعينها كان ممكن يخش ولا ما يخشش، لكن انا مشكلتي يا كابتن كريم مع الراجل اللي اهم من الاختيارات التصريحات بتاعته من خلال المؤتمر. يعني لما تيجي تتكلم انت ماشي كويس اول الفتره الاخيره، بتقدم مستويات كويسه، نتائج كويسه، تصفيات كاس عالم متصدر، تصفيات افريقيا متصدر، وذكي، الراجل ذكي بقاله سنه ونص، بيعرف يكسب الاعلام كويس والجمهور كويس. فلما تيجي تقول اسباب، قول اسباب مقنعه، يا اما تطلع تقول ان هي وجهه نظر. ما ينفعش ان انا النهارده اجي اقول لك انت ازاي ما تاخدش حسين الشحات، فتقول لي اصل انا حسين الشحات مصاب وانا ما اعرفش موقفه. طب ما انت مش هتلعب تاني يوم، ويقول لك انا مش هستنى. ناس مصابه زي عمر كمال عبد الواحد واحمد الشناوي حارس المرمى، هو قال كده وهيجهزوا خلال اسبوع 10 ايام. انا بقول لحضرتك هو قال كده، قال انا مش هستنى. ما انت البطوله مش الصبح، فكان ممكن تطلب مثلا افاده طبيه من النادي الاهلي تعرف موقف اللاعب، في ظل ان انت برضو زي ما حضرتك بتقول واخد لعيبه مصابه.